معلقة زبادي ممكن تبني مناعة طفلك، ومعلقة تانية ممكن تعمل له مغص وإسهال. ايه الغلطة اللي 90% من الأمهات بيقعوا فيها وهم بيقدموا الزبادي؟ وليه الزبادي مسموح من 6 شهور واللبن نفسه ممنوع؟ وهي قصة الزبادي اليوناني، وخمس أسرار هتعرفيهم النهاردة عن الزبادي هتخليكي ما تفوتيش يوم إلا وتأكلي طفلك زبادي. فعشان ما تعرضيش طفلك للخطر ركزي معايا في كل كلمة في الفيديو ده. عالم روسي حاصل على جائزة نوبل في الطب ومؤسس علم المناعة لاحظ ان بعض المناطق في بلغاريا اللي بتاكل زبادي يوميا بتعيش اطول وصحتهم احسن. والسر اللي لقاه ان البكتيريا النافعة اللي موجودة في الزبادي بتظبط الامعاء وبالتالي المناعة، ومن هنا تبدأ حكايتنا مع الزبادي. 5 اسرار لو عرفتيها ما هيفوتش يوم الا وبتاكلي ابنك زبادي. الزبادي ده مش مجرد اكله عاديه، ده مليان بكتيريا نافعه، اعتبريها زي جيش دفاع بيحمي الامعاء ويقلل المغص ويقلل الانتفاخات ويقوي المناعه. فاكتبي لي في التعليقات بدات تاكلي طفلك زبادي ولا لسه. مفيش طفل ما جالوش دور برد او التهاب في الحلق واخد مضاد حيوي وبعض المرات قلب معاه بنزله معويه. ليه؟ لان المضاد الحيوي بيقتل البكتيريا الضاره وبيقتل كمان البكتيريا النافعه. وهنا الزبادي بيعمل مفعوله السحري، بيرجع التوازن الطبيعي اللي موجود في الامعاء بسرعه، يوقف الاسهال ويقلل المغص. ودي فكره موجوده في بعض ادويه الاسهال زي اللاكتيل فورت. بس الفرق هنا ان الزبادي حاجه طبيعيه وده دواء. فالمعلومه دي كنز لكل ام. فابعت بسرعه الفيديو ده لصاحبتك اللي ابنها بياخد مضاد حيوي عشان تحمي معدته بسرعه وتديه زبادي. فيتامين أ موجود في الزبادي بنسبة بسيطة، ولكن فيتامين أ مش للنظر وبس. فيتامين أ بيقوي الجلد ويقوي مناعة الجهاز الهضمي، وبذلك مناعة ودروع حماية جديدة لطفلك. لو عايزة طفلك يمشي بدري واسنانه تطلع قوية وتطلع بدري، الكالسيوم اللي موجود في الزبادي هو الحل. ومش بس كده، الدهون والبروتين اللي موجود في الزبادي ده بيقوي جسمه ويزود وزنه، واساس كبير لنمو المخ في العمر ده. الزبادي ده كنز من مجموعة فيتامينات ب المركبة 2 و5 و6 و12، ودول مهمين جدا عشان تطور الأعصاب الجهاز العصبي عند الطفل وتحسين التركيز، ويساعد يطور الحركة والكلام، يعني باختصار ذكاء وتركيز أعلى. فلو لسه لحد دلوقتي ما أكلتيش طفلك زبادي، قومي قدمي له زبادي. ولا أقول لك علشان ما تقعيش في نفس الغلطة اللي بتقع فيها 90% من الأمهات وهم فاكرين إن هم بيعملوا صح. الموضوع مش بالبساطة دي. الفكرة كلها مش أي نوع زبادي ينفع، ومش أي كمية مسموحة، ومش أي وقت مناسب. فازاي يستفيد من الزبادي من غير ما يضره؟ الفكرة امتى نبدأ الزبادي؟ احنا بنبدأ من 6 شهور، لكن 6 شهور دي هي البداية، ولكن الزبادي لكل الأعمار ابتداء من 6 شهور. مش بس كده، الزبادي لابد يتوفر فيه مواصفات صح. فمش كل زبادي ينفع لطفلك، لابد يكون سادة كامل الدسم من حليب مبستر او مصنوع في البيت لو اللبن مضمون، لان النظافة هتكون احسن والاضافات هتكون اقل بكتير، وبدون سكر او نكهات او مواد حافظة او زبادي فواكه، كل ده ممنوع. ونقطة مهمة، ليه كامل الدسم؟ 60% من مخ الطفل عبارة عن دهون، وهو محتاج الدهون ضروري قوي لسببين: بيساعد ان الاشارات العصبية تتنقل بسرعة، وده معناه ذكاء اعلى وحركة اسرع. 4 فيتامينات مهمة جدا للنمو في العمر ده، مستحيل الجسم يمتصها او يستفيد منها الا في وجود الدهون، زي فيتامين د اللي احنا بنديه من اول يوم من بعد الولادة. عشان يستفيد من الزبادي لابد ياخد الكمية الصح وفي الوقت الصح. الطفل في العمر ده من 6 شهور ل 8 شهور بنبدأ معاه بكمية صغيرة ونزود تدريجيا، ياخد معلقة صغيرة لمعلقتين. مفيش إسهال، مفيش حساسية، مفيش طفح جلدي، مفيش قيء مستمر. في الحالة دي نبدأ نزود تدريجيا. وليه بنركز على الكمية البسيطة دي في البداية؟ لأن معدة الطفل في العمر ده بتكون صغيرة، والمهم إن احنا نملاها بحاجة مفيدة تساعده في المساحة الصغيرة ديت، وتدي مساحة تانية ياخد بجوارها حاجة مفيدة. من 9 شهور لسنة نبدأ نزود، ياخد نص كوباية زبادي صغيرة في اليوم. من سنة لسنتين يبدأ ياخد كوباية زبادي يوميا. الزبادي مفيد، ولكن خلي بالك مش كل زيادة في الزبادي ممكن يكون لها فايدة. ممكن الزيادة تكون مغص وإسهال وإنه يرفض الأكل. وعشان يستفيد من الزبادي في ممنوعات لابد تخلي بالك منها. أي سكر قبل سن سنة ممنوع، ممنوع إضافة العسل على الزبادي، ممنوع أي زبادي بفواكه أو بنكهات صناعية. وعشان تعرفي ليه كل الحاجات دي ممنوعة قبل سن سنة، شوف الفيديو ده.
ليه الزبادي ينفع واللبن ما ينفعش؟ الطريقة اللي بيتعمل فيها الزبادي وطريقة التخمير بتكسر البروتينات الكبيرة اللي موجودة في اللبن لبروتينات صغيرة بتكون سهلة الهضم ودي سهلة الامتصاص. حاجة التانية زي ما انت شفت ان احنا بنبدأ بكميات بسيطة ونزود بالراحة، كميات تفيده وما تضروش. ايه حكاية الزبادي اليوناني؟ الزبادي اليوناني زبادي زي اي زبادي، ولكن نسبة البروتين فيه ضعفين الزبادي العادي، ونسبة الدهون فيه 3 اضعاف، زائد ان كمية الطريقة اللي بيتعمل بيها بيخلي كمية السكريات اللي موجودة فيه قليلة، اللي هي بتكون مسؤولة عن الانتفاخ والمغص. فالزبادي اليوناني ما فيش اي جمعية طبية للامانة العلمية منعته من عمر 6 شهور، ولكن الزبادي اليوناني ينفع للاطفال وما ينفعش الاطفال تانيين. الزبادي اليوناني ينفع لو طفل وزنه قليل وعايزين نزوده، او طفل بيمارس الرياضه او بيروح الجيم وعايزين نديه طاقه، الحاله ديت الزبادي اليوناني هيكون مفيد ليه جدا. اما الطفل اللي هو عمره اقل من سنه الكلى بتاعته لسه ما اكتملتش، في الحاله ديت هيكون البروتين العالي اللي موجود في الزبادي اليوناني حمل على الكلى. الزبادي مش اكله جانبيه، الزبادي ده اختيار ذكي لو تقدم من ام شاطره في الوقت الصح وبالطريقه الصح وبالكميه الصح. فلو عايزه تعرفي الدليل اللي تقدمي به الزبادي لطفلك، اكتبي لي في التعليقات زبادي وانا هبعت لك ملخص في اسرار الزبادي. دمتم في امان الله وانتم في اتم صحه واحسن حال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.